وبفضل السمعة الطيبة والمصداقية ساهم المهرجان الدولي لفن الفيديو على نطاق واسع في تطوير وتعزيز فن الفيديو بالمغرب. اليوم نصل إذن إلى الدورة 29 التي كانت ممكن أن تكون الدورة 30، وهي على كل حال تصادف الذكرى 30 لهذا المهرجان. وقد اخترنا له موضوع هو ليس موضوعا جديدا، وإنما بحث جديد عن الذكاء الاصطناعي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمكسيك، وفي المهرجان الدولي لفن الفيديو. نحرص دائما على متابعة التطور الزمني. الجميع يتكلم عن التكنولوجيات الحديثة، عن الذكاء الاصطناعي. نحن كذلك في كلية الآداب قررنا أن نسير في نفس التوجه. اخترنا للدورة السابقة من مهرجان المسرح الجامعي العوالم الافتراضية، والآن نختار لمهرجان الدولي لفن الفيديو الذكاء الاصطناعي. المهرجان كما تعلمون هو مهرجان ذو ثلاث أبعاد: البعد العلمي، ثم البعد الفني، ثم البعد البيداغوجي. بالنسبة للبعد الفني فهي تلك التنصيبات، تلك العروض، تلك يعني الرقصات التي ستجوب أنحاء الدار البيضاء إن شاء الله في مراكز ثقافية مختلفة. بالنسبة للبعد البيداغوجي فهي الورشات المتعددة التي ينظمها المهرجان لفائدة الطلبة خصوصا، ولكن كذلك ورشات مفتوحة للجميع لمن أراد أن يتعرف على هذه التكنولوجيات الحديثة التي تهم الصورة بالأساس، ولمن يريد كذلك أن يمارسها وإن كان في حيز زمني يعني معين اللي هو 5 أيام. الجوانب العلمية والبدائية